أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين في حضرة الطف. رحبوا معي بضيف حلقتي لهذا اليوم الكاتب والمخرج الدكتور حسين علي هارف. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك وبمشاهدي قناة الإشراق. دكتور، كيف تنظر عين المخرج لواقعة الطف وعين الكاتب كيف تنظر للواقعة؟ الكاتب أمام تحديات كبيرة، لأنه سيكون إزاء واقعة تاريخية. نعم. وزاوية النظر للتاريخ محفوفة بالمخاطر. بمعنى أنا من المؤمنين أنه الكاتب المسرحي أو حتى الدرامي، يعني الإذاعي التلفزيوني السينمائي، ليس معنيا بالواقعة التاريخية بدقتها. نعم. يعني ليس معنيا بأن يحقق صدقا تاريخيا، لأنه عند ذاك ربما سيكون أقرب إلى كونه مؤرخ. نعم، هذه مهمة الكاتب، يتوخى الدقة التاريخية. لا، أنا أقول أنه ليس ملزما بالدقة، هو ملزم بالصدق التاريخي، ملزم بالصدق الفني. بمعنى الكاتب مو مؤرخ. نعم. طيب، أنا من أتصدى إلى واقع. نعم. الناس يعرفوها، اطلع عليها، قرأوها في الكتب عبر الإعلام. ماذا سأضيف لهذه الواقع؟ كيف أي زاوية سأتناول وأدخل منها؟ لأنني لست مؤرخا. نعم. يعني المؤرخين ثبتوا الواقع في كتب التاريخ. خلاص، أنا فنان، أنا كاتب. الكاتب لازم يختار زاوية المعالجة السليمة لمعالجة هذه الواقعة التاريخية دون أن يشوه من الحقائق التاريخية. هو معني بالصدق الفني. نعم. أكثر ما هو معني بالصدق التاريخي. يعني عندما أتناول أي شخصية تاريخية عربية عالمية كذا، أنا أخذ الحقائق، لكن نعم. يجب أن أدخل إلى عالمها الداخلي. المؤرخ لا يدخل إلى عوالم الشخصية ومشاعرها وهي تقوم بالفعل التاريخي. نعم. هو يذكر الحقائق، حدث كذا، سافر، تقاتل، دخل في حرب، انتصر، لكن مشاعر هذه الشخصية لكن ما دكتور، كانت تفكر بها. قد يؤول الكاتب الدوافع والأسباب في داخل نفوس الشخصيات، يعني باجتهاد الشخصي بما لا يتناسب ربما مع الحقيقة. لا، في ذلك أعتقد الوقت أنه لا يمكن للكاتب أن يعني يخالف ضمير المهني. نعم. بالعكس، هو لماذا اختار هذه الشخصية؟ لم يكن مؤمن بصدقيتها. عادل كاظم عندما تناول المتنبي نعم. مسرحيا، كلنا نعرف أن المتنبي قتل بسبب قصيدة هجاء مثلا. نعم. والقصيدة واضحة، لكن عادل كاظم أعطى للشخصية دوافع أخرى، دوافع سياسية، وأراد أن يجعل من المتنبي بطلا تراجيديا، وهو من خلال شعره. هو لم يأتي بجديد، هو أول نعم. تفاصيل شعره، وابتعد عن الجانب الشخصي لمقتلة المتنبي. أنه هو هجى أحد الأشخاص، هجى نعم. أمه وأبوه، فهذا لا حق انتقاما. وإنما بحث عن دوافع كبيرة لمقتلة المتنبي، كونه شخصية عظيمة وكان. لكن لا يعتبر هذا مخالفة للتاريخ أو السبب الحقيقي لمقتل المتنبي على سبيل على حادثة المقتلة والقاتل نفسه، وهو فقط لكن الدافع غير التأويل. هو أول تفاصيل واقعة، بمعنى هو الكاتب لا يسمح له أن يزور التاريخ أبدا، يعني لا تزييف في الموضوع، لكن بحث في دوافع ومشاعر لم يدخل منها المؤرخ. لنعد ونقارن بشخوص واقعة الطف. نعم. قد يجتهد كاتب ويؤول أن عمر بن سعد تصدى للحسين وقتل الحسين لأنه كان مغررا به عمر بن سعد وليس طمعا بالدنيا مثلا. نعم. هنا نحن برينا عمر بن سعد، هو ليس تبرئة، يبقى قاتلا. طلعنا ساذج وطلعنا ملعوب عليه. لا وماكو حق الداخلي هو بسبب ليس قاتلا. نعم. كما فعل عبد الرزاق عبد الواحد، جعل هناك صراع، هو بالنتيجة تعامل معه في المحطة الأخيرة، هو خلص ارتكب الفعل الشنيع بقتل الإمام الحسين عليه السلام، لكن هو توقف عند هاجس القاتل قبل لحظة قتله وبعد قتله. نعم. يعني لو نقرأ بعض الحوارات،
جعل من القاتل هو يلعن نفسه ويلوم نفسه ويؤنب نفسه. مو هنا أنا طلعت القاتل اني يعني بدا ضميره يأنبه لكل انسان ضمير، لكن هو في النهايه لماذا يؤنب؟ لانه قال انا ارتكبت ابشع جريمه في التاريخ. يعني هذا ليس تزكية. يعني تتصور قاتل الحسين يندم بعدين على قتل الحسين؟ انا اقصد في معقولة؟ الدراما هو لا يندم. مو الدراما ايضا جزء منها وثيقه تاريخيه دكتور، هاي الجدليه احنا ما راح نخلص منها. هو يحدث صراع. نعم. انه هو يعني ربما يتخيل الكاتب انه قبل مقدمه شعر بصراع، الحر عاش هذا الصراع. نعم. لكن انتصر في النهايه لذاته، لارادته الانسانيه. نعم. الحر كان اقدم مع 1000 نعم انه يقتل الحسين او يبي يعني يحاربه، لكنه صار الهاجس. لهذا أنا أشوف تسمية الهاجس، كل إنسان عنده هواجس، يعني الشرير ما مختلفين عليها فعلا. هذا يعني يقولون النفس أمارة بالسوء. نعم. خلاص أكو هواده، لكن من ينتصر في النهاية؟ يعني الشمر تحول من قائد في معسكر الشر إلى قائد أو جندي في الحر. العفو الحر. نعم. الحر. نعم. الحر الرياحي بطل درامي. يعني فعلا عاش الصراع والهواجس. ذكاء من عبد الرزاق انه اختار الحر بطلا تراجيديا لان صار عنده تحول. نعم. شمر ما كان عنده تحول. لكنه فرضية الكاتب انه يعني انا مثلا كتبت مسرحية اسمها اللعين. نعم. مونودراما، انا تخصصي مونودراما. جعلت البطل المسرحية هو شمر. نعم. لوحده. الشمر جاء الآن في هذا العصر يخاطب الجالسين في القاعة. نعم. يقول لهم أنا ملعون بالتاريخ لأجيال وأجيال، وكل سنة أنتم تلعنوني. أنا أريد الآن أبتكر طريقة عاقبوني بها الآن على أني ارتكبت أقذر وأكبر جريمة. فيقترح لهم على الجالسين. نعم. انه ضعوني في قفص وكذا، تبولوا على كذا فلان شيء، ابصقوا الان يضرب الاخير يقول لهم ما اعتقد احد منكم راح يغفر لي. نعم. انتبه، يطلب من كلهم انه يقول لهم انا جاي حتى تمسحون هذه الصفحه من تاريخي وتغفروا لي، بس بالاخير يقول انا متاكد انه ولا واحد منكم راح يغفر لي، ولكن هناك شخص واحد ممكن نعم. كان يغفر لي وكنت باوع بعين رضا، هو الحسين نفسه. طريقة المعالجة هاي ترهم لأن هاي إسقاطات على الواقع مبينة خيال. نعم. لكن من يتناول الفترة التاريخية وعمل تاريخي يحاكي تلك المرحلة، يعني ما أشوف منطقي أنه يعني نطلع الشمر من بعد مقتل الحسين بهذا الصراع النفسي وندمان على قتل الحسين. يتحول من شخصية تاريخية إلى شخصية درامية. الدراما صراع أستاذ. طيب دكتور، هنا الشخص الغير واعي لنظريات الدراما والكتابة راح يتوقع أنه الشمر فعلا من بعد ذلك ندم، وهو ما ندم. لا، هاي عملية تلقي. احنا نخاطب جمهور مسرحي، يعني انا عندما اقدم مسرحيتي لجمهور مسرحي. نعم. يعني وهذا طبيعة المسرحية. زين، واذا كانت مسلسل تعرض من خلال التلفاز؟ لا، شوف التلفزيون يعني مساحة التأويل هذا تفتقر على المسرح. احنا اتفقنا هسه. طيب. لا صحيح. والسينما ايضا السينما نعم. اقرب الى الرواية التاريخية. يعني يجب ان تمتلك، يعني انا عندما شاهدت فيلم مثلا نعم. فيلم محمد رسول الله، هذا الفيلم العظيم، كانوا حريصين على تفاصيل الدقة نعم. التاريخية. في المسلسلات التاريخية الآن اللي عرضت في السنين الأخيرة كنا نحاسب على الدقة التاريخية. نعم. انه هذا مغالط للحقيقة التاريخية. نعم. هذا المعالجة في الدراما. أنا اتفقت وياكم في حمة وجهة النظر فعلا. نعم. المسرح هو مساحة للإبداع، مساحة للابتكار والإسقاطات الحاضر والماضي، وممكن أن تأخذ المستقبل مع وجود نعم. مسرحية تاريخية تقليدية ممكن. كما فعل عبد الشرقاوي في نعم. الحسين ثائرا، الحسين شهيدا، هاي الثنائية المعروفة. نعم. كما فعل الخفاجي، محمد علي الخفاجي. نعم. كاتبنا الرائع في ثانية يجيء الحسين. لكنه شوف محاولة الإسقاط كانت موجودة. عقيل أيضا تناول عمل الدكتور عقيل. نعم. واحد من الكتاب الذين تصدوا لواقعة الطف برؤيا
فكرية معاصرة، وحاول من التسميتها نعم. الحسين الآن، بأن الحسين هو فكرة، هو قضية تعيش نعم. معنا الآن، وبأن هناك أكثر من شمر يفعل أو لا يتردد في فعل نفس الجرائم بحق أناس آخرين بنفس الطريقة، بذات الطريقة. دكتور، قبل أن أخذ فاصل أريد أسألك عن وجهة نظرك، برأيك من الأقدر أو الأنسب لتناول قضية الحسين عليه السلام؟ مسلسل، لو الشكل السينمائي، فيلم سينمائي، لو المسرح؟ هي كلها ترهم، لكن من وجهة نظرك منو الأجمل راح يكون؟ أنا لا زلت أراه، وهذا ما صار لحد الآن. نعم. أرى أن واقعة الطف من الواجب أن تنتج فيلم سينمائي كبير جدا على طريقة هوليوود. نعم. يعني مثل ما الآن هوليوود انتجت كثير من حتى سبارتيكوس والتاريخ الإغريقي وكثير منه، وقلقامش اللي هي مالتنا ممكن الآن ينتجوها هوليوود وإحنا ما عاجزين نقدم، هو جزء من تاريخنا وتراثنا. مو ملحمة قلقامش أقدم نص سردي بالعالم. فأنا أفكر لماذا لم تقدم أي دولة عربية أو إسلامية على الأقل من جانب الإنتاجي، وبالتعاطي مع كبرى الشركات العربية في إنتاج فيلم ملحمي كبير عن واقعنا. ابتدأنا الحوار بعين الكاتب كيف تنظر، وجاوبتني، وسألتك عن عين المخرج كيف تنظر، ومن خلال هذه الإجابة أشاهد أنه المخرج يميل إلى رؤية واقعة الطف بأنها فيلم سينمائي هوليودي ضخم وفعلا تستحق. فاصل قصير ونعود لتكملة هذا الحوار الشيق والممتع مع دكتور حسين علي عارف. خليكم ويانا. نعود لتكملة الحوار أحبتي المشاهدين من بعد هذا الفاصل. دكتور حسين، تكلمت عن أمنية، وصراحة هي ربما أمنية الكثيرين، وأنا شخصيا واحد منهم، أن أشاهد واقعة الطف بإنتاج سينمائي ضخم. هسه منو ينتج؟ العرب، العراقيين فقط، ربما يكون عمل مشترك، ربما أي دولة إسلامية، عمي حتى لو هوليوود، بس إذا تناولته بدقة تاريخية ومن وجهة نظر إسلامية بدون المساس بالمقدسات وغيرها، يأخذون الجانب الإنساني الحقيقي من الموضوع، هم ما عندنا مشكلة إذا ما كان أكو دس بالموضوع. المهم تبرز قضية الإمام الحسين. لكن أكو إشكالية، بما أنه إحنا أصحاب القضية كعراقيين، بما أنه أنت جنابك صاحب الاختصاص ككاتب وكمخرج، هنا نريد نتساءل كيف تقدم واقعة الطف لغير المسلمين؟ من أي زاوية؟ ماذا نحاكي بالواقعة؟ برأيك كيف تكون؟ نتناولها من جانبها الإنساني ومن جانبها الفكري. جانبها الفكري أنه هي كانت تمثل قضية إرادة حرة. يعني هي ثورة. نعم. حتى مو بالمفهوم السياسي، مو الديني. نعم. ثورة شريحة ورمز اجتماعي ضد حاكم ظالم، حاكم منحرف. نعم. حاكم لا يحكم بمبادئ الفلسفة النظام اللي يحكم المفروض الإسلامي. نعم. على لأن الخلافة انحرفت بالفعل. يعني هاي نعم. واضحة. وفي الإسلام ماكو حتى لا التوريث ولا إذن كان هي احتجاج شعبي في مثل رمز مع نخبة. نعم. عائلته واصدقائه في تحدي هذا الحاكم والوقوف ضده. الله. نعم. انا برايي هي كلمه الله اللي هي يعني خلينا نقول الله الحسينيه، هي لا مو بوجه شخص لشخص، وانما بوجه حاكم مغتصب. نعم. لسلطه غير شرعيه.
هذا جانب إنساني. نعم. يعني هسه مثل ما الآن تحدث ثورات، مو في منطقتنا العربية تصير ثورات. نعم. في أفريقيا مستمر الثورات، في أمريكا هناك ثورة شعبية. لما الحاكم ينحرف نعم. وينفرد بالسلطة ويعيش الجبروت والطغيان، لابد أن هناك من يقف بوجه هذا الحاكم. أنا برأيي هذا المدخل الأساسي، بعيد حتى عن الجوانب التفصيلية الأخرى. والجانب الإنساني، بمعنى أنه كيف ممكن الإنسان أن يضحي بحياته وحياة عائلته وأقرب المقربين إلى من أخ ومن أصدقاء ومن أولاد عمومه من أجل المبدأ، من أجل القضية. هاي قضية إنسانية. إذن هناك مداخل إنسانية أنا برأيي كثيرة ممكن أن نتناولها، مثل ما فيلم الرسالة دخل مداخل إنسانية. يعني ولهذا كان لي في عرض فيلم الرسالة في أوروبا وأمريكا كان له نتائج إيجابية، شافوا الجانب الإنساني بالدين الإسلامي. يعني بعيد عن كل ما كان يتهم به من الإسلام ويتحفظون به، لكن الإسلام أبرز أنه هو دين إنساني، لأنه هو سلام إسلام. يعني أنا أعتقد بالعكس راح المتلقي فيما لو تسنى لنا أو أي مؤسسة أو أي بلد أن ننتج هذا الفيلم الكبير الملحمي. دكتور نحكي بصراحة شوية، يتلقون الناس. كنا نتساءل بالفاصل بالكواليس بيني وبينك، قلنا ايش عجب لحد الآن ماكو فد جهة صدت لهذا العمل. ما أدري أنا هسه أحللها. فيلم الرسالة ذكرنا أنه برز الجانب الجيد من الإسلام وكان إلى وقع جميل بأوروبا، وأنا سامع أنه كثير تقربوا من الدين الإسلامي وأسلموا. طيب إذا الغرب أو أمريكا أو هوليود أنتجت عن الإمام الحسين، راح تجمل، وهو لا يحتاج إلى تجميل، لكن راح تبرز جمال المذهب الشيعي وأتباع أهل البيت. هم منا عندهم مشكلة ويا إيران. أنا هسه بديت أحلل الموضوع، هذا جواب على سؤالنا. وعندهم مشكلة، وعندهم مشكلة ويا شيعة العراق. فبهيك حالة راح يخلون الرأي العام كليته ينحاز لقضية التشيع وقضية شيعة أهل البيت الموجودين بالعراق واللي موجودين بالجمهورية الإسلامية ومظلوميتهم وفي كل مكان. احنا بلا شيء هسه هم بدا الرأي العام ينقلب عليهم بسبب الظلم اللي يشاهدوه بغزة. عاد يظهرون الجانب الجميل من قضية الإمام الحسين ومن فكر وعقيدة أهل البيت والتشيع وشيعة أهل البيت. ما أعتقد أنه راح ندخل في منطقة التسييس، لأنه أرجع أقول يا هوليود كلها سياسة. ندخل إحنا أمام شخصيات تاريخية. هذا تاريخ، من يستطيع أن ينكر التاريخ أو يزيفه حتى؟ يعني لا يمكن يزيف تفاصيل بس، لكن هي الواقعة واضحة. بس هم ما يريدون يبرزوا جمهورهم. أنا أسمع أصوات في قنوات حتى غير شيعية. لا يمكن أحد أن يقول أن الحسين لم يكن مظلوما ولم يقدر به ولم يقتل. لا هم راح يتناولون من هذا الجانب، يعني بس راح تنقلب الدنيا عليهم، لأن راح يشاهدون مظلومية وحقية الإمام الحسين وشجاعته والمعتقد الشيعي حقيقته شنو. فالرأي العام راح ينحاز بالتأكيد. هم هذا ما يريدوا. أعتقد هناك كثير من المناصرين لهذا بالتأكيد موجودين على الجانب العالم الإنساني، الدول الإسلامية. يعني أنا أعتقد بهذا بالعكس احنا ربما راح نحجم من مساحة محاولة شو نسميهم الحاقدين على هذا الموضوع. نحجم من مستوى تأثيرهم، لأننا راح نطرح قضية تاريخية ناصعة الوضوح فعلا، واضح، ثائر ضد ظلم، مظلوم وظالم. يعني دكتور حضرتك متميز بالكتابة للطفل. حتى قصائد حضرتك كاتبة أنا أعرفها على المستوى الشخصي. بالتالي خلي أسألك، نسوي فرضية الطفل بعمر 8 سنوات أو 10 سنوات، كيف بعقلية الطفل وإدراك البسيط نخليه حاكي واقعة الطف؟ شلون نكتب واقعة الطف لطفل بعمر 8 أو 10 سنوات؟ يعني هذا تحدي صعب. نعم. لماذا؟ نكتبها أو نخرجها إلى، يعني إذا كان عمل مثلا أو كتاب. أنا أشوف من الصعب أن نقدم الواقعة بطابعها المأساوي الدموي
نعم. وما شهدته من يعني أكثر من مقتل بطريقة بشعة، لا يمكن أن تعرض للطفل التاريخ الواقع بهذه التفاصيل يعني. لكن ممكن تناول زوايا، نتناول شخصيات، نعم. يعني ننتقي مثلا من الواقع نعم. بعض الشخصيات، ومن خلالها ومن خلال الروي حتى نتجنب فعل تجسيد. نعم. مشهد قطع رأس مثلا، نعم. أو مشهد طعن بسهام. نعم. يعني الطفل كائن يعني في مرحلة براءة، نعم. ولم يتشوه فكرة وتصوراته بمشاهد عنيفة. نعم. وحتى إلى أن يبلغ سن معينة ممكن يكون مؤهل أن يستوعب إذا سردنا له الواقع أو إذا جسدناها أمامه في عمل تلفزيوني أو مسرحي. أنا أعتقد لا، لازم نتحاشى ونأخذ الأطر العامة. نعم. لثورة قام بها رمز تاريخي وشعبي وديني، ووقف أمام حاكم ظالم ودفع ثمن نعم باهظ. إذا أنت تشوف أنه الطريقة المناسبة للطفل أنه تكون محكية على شكل رواية. السرد ممكن. نعم. السرد لكي نخفف مسموعة وليست مرئية. نعم. أعتقد كاتب حسن موسى نوبة كتب أولاد مسلم. نعم. وحتى من قريتها كانت مغامرة من عنده. حسن موسى واحد كتاب المحترفين نعم. بعالم الطفل. يعني كانت مغامرة. فأنا أشوف أنه إحنا أطفالنا ممكن أن تكون لهم قصص مصورة اللي ما يسموه الكوميكس. نعم. ممكن أنه نسرد لهم حكايات نطرح بها جمال الشخصية وهي تقوم بهذه الرحلة من أجل فكرة ومن أجل هدف، دون أن نعرضهم لصدمة عنف الواقع، عنف مشاهد الواقعة إلى سن معينة. نعم. من بعد ذلك ممكن. نعم. ولو حاليا هم أطفالنا أطفالنا أيضا يشوفون التشابيه بكل ما بيها من أطفالنا حاليا أيضا يشوفون التشابيه، والتشابه بها أيضا جانب من الحقيقة، ولكن بها فن. بها فن. يعني ما يطلع بالضبط. ماكو هناك تفصيل. يعني شوف بالسينما نعم. ممكن يطلع عملية قطع الرأس. نعم. أو النحر. يعني هناك نعم. لكن أنا كطفل، بس أنا أحد المشاهدين لواقعة الطف وأنا صغير. نعم. بالشعلة. مدينة الشعلة. نعم. كانت تجسد الواقع في ساحات كرة القدم. نعم. كنا نأتي يعني شبه فرحين انه مبهورين بالجو العام. نعم. هناك ازياء الوان، هناك فرس وفارس، هناك خيم. نعم. هناك ممثلين يتحركون بشكل جماعي، وتوصل لك الفكرة بشكل مناسب يناسب عقل الطفل اللي يروي. نعم. لأن هناك صوت يسرد. نعم. ويروي. نعم. وهناك فعل مرئي نشاهده يتزامن مع عملية الروي. كنا يعني مبهورين بهذا. بس كنا نشاهد الفعل العام، مثلا حرق الخيمة. نعم. ننتبه، فإذا هناك ناس دفعوا. نعم دكتور. لكن ما كان هناك تفصيل لعمليات إلا بشكل إيحائي، كان يسقط. نعم. يضربه ماكو. وكنا بعيدين عن هذا الفعل. يعني ترى شوف ساعة كرة القدم. نعم. والجمهور يحيط به من كل الجوانب. نعم. كل الجهات. طيب دكتور، راح نستكمل بالجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم، لكن فاصل قصير ومن بعد راجع لكم.
أرحب بكم أحبتي المشاهدين بالجزء الأخير من حوارنا هذا اليوم مع الكاتب والمخرج الدكتور حسين علي هارف. دكتور أرحب بك مرة أخرى. كان لك عمل إذاعي متميز ومؤثر، مسلسل إذاعي هو شموس الغاضرية. حدثني عن هذا العمل. قبل سنوات هو نعم. إذاعة بغداد يعني في كل محرم تسجل مسلسلات ذات صلة بواقعة الطف. نعم. وكنت يعني كان لي الشرف أن أكلف بمهمة جدا صعبة، وهو تمثيل صوت الإمام الحسين في هذا المسلسل. 30 حلقة. نعم. كنت 29 حلقة موجود، وكانوا وياي ممثلين يعني نخب من ممثلين. يعني كيف استعديت لهاي المهمة؟ تجسيد صوت حقيقة الإمام الحسين. نعم. في يعني للأمانة هو ما كان الدور اللي مسند، يعني التسجيل الساعة 10 الصبح، حضرت 9 صباحا. نعم. والدور في معظمه يعني كل ما يتعلق بخطب الإمام الحسين عليه السلام والتحرير. نعم. يعني دور صعب جدا يعني. بالفعل. بس يعني الحمد لله خبرتي الأكاديمية والمسرحية، مراجعات قبل التسجيل. نعم. أخذنا ساعة وكذا، يعني مع وجود خبير لغوي في الإذاعة، وتم تسجيله. لا زال المسلسل يعرض، اسمه شموس الغاضرية. نعم. من إخراج حسن جاسم الله يرحمه، وتأليف صباح الأنباري. ويعني كان مكتوب بجمال وبدقة تاريخية، لكن أيضا بعظمة بالحوار، بالمشاعر، باللقاءات المشتركة. نعم. مثلا الإمام الحسين عليه السلام مع الإمام العباس نعم. في اللحظة الأخيرة. التجسيد من خلال الصوت يعني أصعب من التجسيد من خلال الجسد. كل مراحل. نعم. وصولا إلى المسيرة إلى دمشق بالحلقة 30. كان عمل مجهد، احنا سجلناه بيومين. نعم. يعني كل يوم 15 حلقة. حتى أمي يعني من قلت لها أنا هيش قالت لي طوق فلوس، قلت لها إيه. نعم. من الطبيعي يعني. نعم. قالت ما تصرفها، وقالت لي تجيبها. نعم. وهي صرفة، قالت هاي الفلوس مو إلك ولا هذا، لازم نعطيها للناس صدقات. نعم. يعني فشي ولا مرة قالت لي سألت عن هذا الموضوع. نعم. بس قالت لي يعني انت اخذت فلوس؟ قلت لها اي، مو هو يعني. قالت لا، هاي الفلوس ما أفضل، المفروض كلها تكون أجر وثواب. طيب أكو مشاريع مستقبلية تخص واقعة الطف وقضية الإمام الحسين؟ اي يعني طبعا سبقا كتبت مسرحية اللعين. نعم. المقصود بالشمر. يعني أخرجت من قبل مخرج من بلد جواد الساعدي. نعم. قدمت في مهرجان طف بالنجف، ومسرح حسيني قدمت مرتين. يعني مو أنا أخرجتها. وكتبت أيضا مسرحية اسمها مشاي، الآن على وشك أن نتدرب عليها، ومن المؤمل نقدمها في الأربعينية القادمة إن شاء الله. يعني ما بقى لها شيء، إن شاء الله نشوفها. إن شاء الله. المشاي لوحدي على المسرح. أنا المشاي أجوب شوارع جرداء تتشح السواد، قدماي باتت تعرف الدرب، تحفظه عن ظهر قلب أو عن عين قلب، لم تعد تبصر شيئا غير أن ترقب الأفق البعيد، لعله يكشف عن تلك القبة، قبة برداء ذهبي يمتص شعاع الشمس ويعكسه نورا للمستقبل، ويضيء الجسر الواصل بين الحاضر والأمس. أنا المشاي أمشي بين جموع تمشي دون هواده، أمشي أجعل من تعب القدمين قلادة، ووساما يزهو على صدر الروح، أمشي كي أجعل تلك الروح تبوح، تحكي قصة فاجعة لا تنسى وتنوح. جابر يا جابر، ما دريت بكربلاء الصار، من شبه النار والحرم شاطت للمعارة. المجموعة تقول وتريد أهاليها، جابر يا جابر والدهر ما أنصفوا جار، من شبه النار. منذ سنين وأنا أمشي نحو الطف، مذ كان حسين يمشي مزهوا نحو الحتف، يمشي نحو مصير يعلمه. منذ سنين، منذ عقود، منذ قرون أمشي
كي أتطهر، فأنا المشاي المزمن كي أغتسل بحر الشمس، وأضمد بعض جراحات الأمس، أمشي ومعي ظل حسين يمشي تحت الشمس، شمس حسين يا حسين بضمايرنا. هاي مصاحبة نعم دكتور، هاي شخص واحد فقط، ممثل واحد يقوم بكل الدور الميلودراما. هو هذا التحدي يعني هو اختصاصي بالميلودراما، يعني تقدم عمل مسرحي أنا أكتب الميلودراما وأمثل الميلودراما وأخرجها، وأحيانا في بعض الشخصيات لا يعني أتعاون مع دكتور. إذا طلبنا أو فكرنا أنه نختزل، هو صعب صراحة، اختزال واقعة الطف جدا صعب، كلها معاني وكلها رسالات، لكن نقول خلينا نختار مشهد يجسد الواقعة أو أغلب الرسائل في قضية الإمام الحسين وأغلب العبر. أي مشهد تختار تجسيده مسرحيا أو تلفزيونيا؟ نعم لحظة الشمر ينقض على لأن هاي موجودة في مسرحية الحر. ليش اختارت هذا المشهد؟ لأنه مكتوب بطريقة تصف يعني عظمة الشخصية وضآلة القاتل، يعني انتصار المقتول وهزيمة القاتل على لسان القاتل نفسه. يعني في المسرحية الشمر يقول: كنت أرفع سيفي لأقطع بلعومة، نعم، كان ملقا على الأرض جرحا كبيرا، توهمته ميتا، فجأة فك عينيه. مالك يحكي ويا واحد: نعم. لم أرى قط احتجاجا كعينيه، لحظة لم نكن غير هذين، قاتلا خائفا وقتيلا يلاحقه محض عينين. كان اللي صارت عينه نعم بعين الإمام. فمالك يقول له: ما قال شيئا؟ يقول له: بلى، كلمة واحدة، لماذا؟ بعينه قال له: نعم. ليش؟ لم يكن خائفا قدر ما كان مستنكرا للحظة. أحست أن كل ما في الأرض من سيوف، أحسست أن كل ما في الأرض من سيوف تعجز أن تقطع رأسه. نظرت بين عينيه سليبا مفزعا، أجبته بدون وعي هكذا، قلت له: لأني أكرهك، هذا الصفاء المطمئن، هذه النظرة النبية العينين أكرهها. قلت: إنك عبء من الطهر، تكرهك الأرض إذ أنت تفضحها، إنما محنتي بك أضعاف محنتك بالآن بي. أنا من شاء لي سوء حظي أن أبتلى بإزالة كل المروءة عن كاهل الأرض. حوار عميق جدا، بليغ، نعم، بشعرية عالية، درامية عالية، إنسانية عالية. يقول له: بعينه شفت. دكتور، مثل هكذا حوارات تحمل من الدلالات العميقة، برأيك تريد تسوي مسرحية أو فيلم سينمائي، أنت تختار وكل شيء متاح لك، من تختار لتجسيد شخصية الإمام الحسين؟ نعم. لتجسيد شخصية العباس عليه السلام، لتجسيد شخصية زينب عليه السلام؟ هو عراقيين، عرب، أجانب، أنت حر. أنا أشوف العراقيين مؤهلين، نعم، بس إحنا عندنا حساسية من هاي الأشخاص، كوننا شفناهم في المسلسل كذا وفي الدور الفلاني. نعم. نستصعب نشوفهم في يعني مثلا يعني سامي قفطان، نعم، كقدرات ومؤهلات ممكن يمثل. الآن هو تجاوز 80. نعم، بهيئته كذا، بإحساسه، بصوته، بكذا، هو قريب. لكن هل راح يتقبل جمهورنا فنان الكبير سامي بهذا؟ يعني نعم. شوف، احنا دائما نتعاطف مع الممثل اللي ما نعرفه في دور، لكن من نكون عنده معرفة به. يعني جواد الشكرشي، نعم، مؤهلا يمثل شخصيات تاريخية، نعم، لكن راح يستذكر كل راح نربط هذا. نعم. هاي شوية بها خاصة حتى في شخصية الإمام زي بعد أكثر. إذا أنت تؤيد مدرسة إنه مثل هكذا شخصيات إنه نجيب لها ممثل مظاهر ما يعني ما عنده أي خلفية. نعم. عندنا
و يعني ما أعرف السوريين أشوفهم أقرب. السوريين نعم. من حيث الفصاحة يعني ينحمون يعني التنكيل. أنا قلت هناك كثير ممثلين نعم. مؤهلين. نعم. يعني محمود أبو العباس ممكن يمثل لك الشمر. نعم. أو يزيد، لأن هو يعني بتركيبة وجهه وشكله مؤهل جدا. وكثير من الممثلين عندنا يعني نعم. يعني ما أريد تستحضرني كثير من الأسماء، لكن أن نمازج بين ممثلين مثلا من تونس من المغرب كون لهذا هسه من مثلوا هاي المسلسلات مال الحسن والحسين نعم. جابوا خليط من الممثلين بالضبط. حتى الخلفية حتى الجمهور البلد هذا نعم. ما عنده بالضبط. يعرف هذا الممثل. مثلا نعم. أيمن زيدان نعم. مثل شخصية كان رائعة. نعم. رغم أن نعرف أيمن زيدان نعم. في المسلسل الأخير هذا كان كمؤدي. لكن أنا عندي فكرة ب30 ثانية لو سمحت دكتور. يعني نعم. أنا أدعو أنه خلي يكون مسلسل مو متصل منفصل يحكي قصة كل واحد من شخوص 73 اللي كانوا بمعية. والله معالجة جميلة هاي. بمعنى نعم. حتى إذا ما نعرف أسمائهم إحنا نختلق. نعم. نختلق جندي وهو بالخيمة اسمه مثلا عبيد. نعم. أو اسمه ضرار. نعم. أي مساوي. وعنده عائلته وعنده أحلام وعنده هاجسة في أنه شغف بالإمامة. نعم. يعني في كل حلقة بطل من أبطال الواقع. طالما طرحت هاي الفكرة. نعم. وجميلة جدا. سواء كان احنا قسم 73 نعرفهم معرفين. نعم. بس قسم ما معرفين استشهدوا. نعم. فأعتقد إحياء ذكراهم بهذا التفصيل. بهاي الفكرة الجميلة دكتور نختتم حوارنا معك لهذا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك وشكرا للإشراك على هذا اللقاء والحوار الممتع في الموضوع الذي نعشق الحديث فيه، لأن الحديث فيه لا ينتهي. أحسنت. كذلك نشكر كل من تابعنا هذا اليوم. إلى اللقاء.